اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده. هنتكلم النهارده عن الجزئيه بتاعه الريكروتمنت والتالنت اكوزيشن. هل هي ريكروتمنت بس؟ هل هي التالنت اكوزيشن بس؟ هل هما الاتنين واحد ومجرد مسميات بنطلع بيها وخلاص؟ طيب، في الواقع انه الاتنين ممكن من الظاهر يكون شكلهم واحد، ان هما الاتنين بيعملوا نفس الحاجة، ان هما بيعينوا ناس، بس في اختلافات جوهرية موجودة ما بين القسمين او التو فانكشنز اللي موجودين، اللي هو الريكروتمنت والتالنت اكوزيشن. طيب، خلينا نشوف ايه الفروقات اللي احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها، او اللي هي ما بتبقاش باينة للناس كلها وبيحصل عليها اختلاف. اول حاجة، الريكروتمنت زي ما احنا عارفين هو شخص مسؤول ان هو يجيب موظفين لوظيفة معينة في فترة معينة بمهارات معينة، ويعمل لهم الانترفيو ويخلص السايكل دي كلها، اللي هو من اول الجوب بوستنج والسي في سكريننج والانترفيوز وبعد كده الجوب اوفر، وبعد كده هو عمل فيل للبوزيشن. طيب، يبقى معنى كده انه الريكروتمنت، انا عندي فيكنسي موجودة دلوقتي، فاتحة دلوقتي او هتفتح بعدين، بعمل لها هايرنج، بخلص البروسيس بتاعت اللي هي الانيشال. حلو كده. نيجي بقى للجزئيه بتاعت التالنت اكوزيشن. ايه الفرق ما بينها؟ التالنت اكوزيشن مش مجرد ان هو بيفل بوزيشن او ان هو بيجيب كانديديت في وظيفه معينه. لا، هو بيجيب الكانديديت في وظيفه معينه. ده لحد دلوقتي كده يعتبر ريكروتمنت. الفرق بقى هنا في ايه بقى، او التركايه هنا في ايه؟ ان هو لما بيجيب الموظف، هو مش بيجيبه اللي هو انا مليت البوزيشن ده وخلاص وقفلناه على كده ومحدش يكلمني. لا، هو بيبص على الموظف ده في مرحلة الانترفيو اللي هو بيعملها. هيبص عليه، هل الموظف ده بعد سنة لو هو جاي على بوزيشن تيم ليدر هينفع يبقى مانجر ولا لا؟ طيب، لو هينفع يبقى مانجر، هل انا في عندي الريسورسز في الشركة ان انا اهله لحاجة زي كده، سواء كانت ان هاوس تريننج، اكسترنال تريننج، كوتشنج، منتورنج، الحاجات دي كلها. فهو لما بيعمل فيل بوزيشن هو بيبص على المدى البعيد، مش على المدى القصير. الريكروتمنت بيبص على المدى القصير اللي هو زي ما احنا قلنا، انا بفيل البوزيشن، خلص العمليه على كده. التالنت اكوزيشن بيبص عليها على المدى الاستراتيجي، على المدى البعيد كمان، اللي هو كمان سنه سنتين الموظف ده يبقى فين. بالرغم ان اغلب الاتش ار اصلا ولا اصحاب الشركات مش عارفين ان الشركه تبقى فين كمان سنه يعني. بس ما علينا، ده مش موضوعنا. طيب، هل هو ده بس شغل التالنت اكوزيشن؟ لا، التالنت اكوزيشن كمان بيراقب الترندز اللي موجوده في الماركت، بيشوف ايه الهايرنج ترندز، ايه البنفيت ترندز اللي الناس بتاخدها، ايه التولز الجديده اللي الناس بتستخدمها. بيستخدم كمان الابلكيشن تراكنج سيستمز او الاي تي اس عشان يطلع منها داتا ويعمل اناليتكس بتاعته. كمثال اناليتكس اللي بيعملها، ليتس سي هو حط جوب بوست ان هو عايز سينيور اكاونتنت. بيشوف السينيور اكاونتنت اتحط مثلا تاريخ النهارده تاريخ 15، بعد يومين في كام سي في جي، كام واحد فيهم كان كواليفايد، كام واحد فيهم كان نوت كواليفايد، كام واحد عدى الفوس انترفيو، كام واحد عدى السكند انترفيو، كام واحد عمل اكسبت للجوب اوفر نفسه. فبيقدر يطلع زي بنش مارك، اللي هو الافريج تايم بتاعي عشان افيل البوزيشن ده هيبقى عامل ازاي، النمبر اوف سيفيز اللي انا محتاجها علشان يبقى البوزيشن ده سكسسفول ولا لا. الحاجات دي كلها. حاجات تانية اللي هو بيطلعها برضو في الحته بتاعه الداتا اناليسيس بتاعته، ان هو بيشوف التيرن اوفر عنده عامل ازاي في الشركه. بمعنى، هو بيبقى عنده هايرنج بلان او مان باور بلان هو ماشي عليها. طبيعي بيحصل اختلافات في النص، في ناس قدم استقالتها، في ناس بتترفض، ايا كان. فبيقيسها ويشوف مع الحاجات اللي موجوده عنده، انا التايم تو فيل عندي مش ازاي، الكواليتي اوف هايرنج عامل ازاي، ايه الاحسن سورس اجيب منه. مش منطقي ان انا اقول انه الفيسبوك جوب بوست هي نفس الكواليتي بتاعت اللينكد ان جوب بوست. انا مش بتكلم هنا فيسبوك جوب بوست اللي هو انا بكتب البوست او الجوب نفسه وبعمل له بوست عندي على البروفايل وكذا. لا، في اللي هو الفيسبوك جوبز نفسها. فبشوف السورس بتاعها، بشوف الكواليتي بتاعتها، بشوف ايه الريفرنس تاني اللي موجود عندي، ايه الشانلز تاني اللي موجوده، علشان اقدر اعرف كل وظيفه ايه احسن ميديان استخدمه او ايه احسن سورس استخدمه فيها. حاجه من الحاجات التانية اللي هو برضو بيبص عليها، اللي هو الكومباني براند نيم وسط الكانديديتس. في حاجة عندنا اسمها اللي هو الكومباني براند، دي كلنا عارفينها، اللي هو كلوجو، كسلوجن، كالكواليتي بتاعتها، الشركة دي معروفة بإيه، الحاجات دي كلها. بس دي كلها حاجات ككونسيومر، اللي هو احنا كمستهلكين او بنشتري منهم البرودكت او السيرفيس نفسها. الكانديديتس بالنسبة لي التالنت اكوزيشن هو الكونسيومر بتاعه، هو اللي بيشتري منه البرودكت اللي هو الجوب نفسها. فلازم يبقى عامل براندنج بوزيشننج كويس ليها.
بحيث ان هو يبقى معروف ان لو مثلا شركه سماس جيميفاي نزلت جوب بوست، فالشركه دي كويسه في 1 2 3. هتيجي شركه اكس واي زد اللي هي مجموعه مستشفيات نزلت بوست، لا ده الشركه دي التيرن اوفر ريت فيها عالي جدا، شركه وحشه، الكالتشر فيها وحش. فدي من الحاجات اللي مسؤول عنها التالنت اكوزيشن. هل الموضوع خلص على كده؟ لا، لسه في عندنا حاجه اسمها تالنت مانجمنت، بس دي موضوع تاني. اهم حاجه نخلي بالنا منها علشان دي بيحصل دايما فيها خناقه، الجزئيه بتاعه الاون بوردنج. الاون بوردنج هو المسؤوليه بتاعه التالنت اكوزيشن. ليه؟ علشان التالنت اكوزيشن هو اللي مسؤول عن البراند ايمج نفسها ومسؤول عن الكانديديتس، فهو اللي بيكمل معاه الفول اون بوردنج بروسيس، اتاكد ان الاون بوردنج بروسيس بتاعته خلصت. في شركات ما فيش عندها تالنت اكوزيشن، بتخلي الجزئيه بتاعه الاون بوردنج مع الهيومن ريسورس بزنس بارتنر، اللي هو خد دي معاك حلوه، هي مش بتاعته تكنيكلي، هي مش بتاعته، بس هو ممكن يعملها، ممكن يعملها عادي جدا، ممكن ريكروتمنت يعملها، ممكن يعملها، بس في الاول وفي الاخر كتكنيكلي هي مش بتاعتهم، بس احنا بنلزقها فيهم، اللي هو خد دي حلوه مشيها معاك وهكذا. شكرا جدا ليكم، واستنونا في فيديو جاي ان شاء الله.